يا مساء الفل والهنا والسعادة والجمال كله. شامين معايا روايح ليالي رمضان. أنا رمضان وأيامه ولياليه ليه ريحة دايما معينة، ريحة ببقى شايفاها وشماها وحساها بقلبي. له كده، مهما تحصل لنا ظروف ومهما تحصل لنا ابتلاءات ومهما يغيبوا عننا الحبايب، دايما رمضان بيجي كده، بيبقى مميز، فيه هدوء وفيه سكينة. مساءكم فل وياسمين إن شاء الله، ورمضان كريم عليكم. تعالوا نبدأ حلقتنا النهاردة ونشوف هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ وحشتوني وربنا يبارك فيكم يا رب. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. يلا بينا النهاردة نعمل طاجن التورلي اللي هيخلي ولادك يطلبوا الخضار وياكلوه وياكلوا صوابعهم وراه كمان. انا كان عندي في الفريزر منضفة وشايلة الفاصوليا والبسلة، حطيتهم في الصينية وحطيت عليهم مكعب زبدة واديتهم تقلبتين، وحطيت عليهم مكعبين مرقة دجاج فورية او عادية مش مشكلة، وقلبتهم كده واديتهم غلوتين. كنت راكنة على جنب البطاطس والكوسة مقطعاهم تقطيع كبير شوية، وحط عليهم شوية ملح وشوية فلفل وشوية قرفة باودر، وخليتهم برضو ياخدوا تقلبتين مع مكعب الزبدة والفاصوليا والبسلة. بعد اول غلوة كده يعني تقلبوا تقلبتين 3، جبت عصير الطماطم اللي انا كنت عصراه وحطيته عليهم وخليتهم يغلوا 3 غلوات كده. وقمت جايبة بقى اللحمة المفرومة. علشان تحطي اللحمة المفرومة فوق الخضار لازم تخلي الشوربة اللي هي الصلصة بتاعت الخضار قليلة، يا دوبك مغطية سطح الخضار بس، لان هي لو كانت عالية وحطيتي اللحمة المفرومة، عايزة اقولك اللحمة المفرومة خلاص هتعوم في كل مكان في الصينية، ومش مش هتبقى راكزة وراسية فوق الخضار كده. انا بقى كنت سايبة 4 كبشات من الصلصة، كبشات صغيرين علشان اغطي بيهم اللحمة. انا سبت اللحمة تغلي غلوة كده، غلوة ونص بس مع الحاجة، وبعد كده قمت حاطة الكبشات بتاعة الصلصة، وقمت زي ما انتوا شايفين قلبت بالمعلقة كده الصلصة ووزعتها على اللحمة كويس قوي. وبعد كده هرش عليها رشة ملح ورشة فلفل ورشة قرفة. عايزة اقول لكم الاكلة دي تبقى شيك جدا في العزومات وبتنجزك. عايزه اقولك هي بتتعمل في 15 دقيقه، يعني 15 دقيقه بيبقى التورلي جاهز. عندك بقى كذا اختيار في تسويه الطاجن، يا اما كده دلوقتي خلاص بعد غلوه والتانية غلوتين 2 بس مش اكتر من كده، تغلفيه بالفويل ويدخل الفرن بالظبط 10 دقايق، وبعد كده تشيلي الفويل وتحطيه على الشوايه وتفتحي عليه الشواية لحد ما اللحمة تاخد لون وتحسي ان هي خلاص بقى شكلها كده متحمر وجميل. بس خلي بالك ما تسيبيهاش كتير علشان ما تنشفيش اللحمة وتبقى ناشفة خالص. شايفين الحل التاني للسوا قبل ما ننسى؟ ان احنا نحط على البوتاجاز ونسيبها تغلي غلوتين 3، وبعد كده نكشف الغطا هتتشرب وهتبقى جميلة برضو. والطريقة التالتة ان احنا نحط عليها الشواية الكهرباء. حاجة مش قادرة اقول لكم بقى، شايفين بقى الشكل جميل ازاي؟ والله والاجمل من الشكل الطعم كمان، حاجة كده يعني تحفة. طبعا لو عندك شوربة فراخ حطيها، انا بفضل مرقة الدجاج، جميل جدا. بصوا حاجة يعني في منتهى الجمال. طبعا انا يعني صوتي باين عليه الارهاق، واكيد انتوا كلكم زي حالاتي، بس رمضان كريم وربنا يا رب يديني ويديكم الصحة والعافية وتعيشوا وتعملوا الحلو كله ان شاء الله. كنت عايزة اتكلم معاكم النهاردة. احنا متفقين ان اهم حاجة عند نفسك لازم تبقى نفسك، لازم تعيشي مبسوطة، لازم تعيشي مرتاحة البال، لازم تعيشي راضية عن حياتك. ما تقوليش لا انا كده عايشة والسلام، عيشة وخلاص. لا حبيبتي، ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش عشان نعيش طول الوقت حزانة ومكتئبين، ده بالعكس في نهي عن ان الانسان يعيش حزين، يعيش مكتئب، يعيش متشائم، يعيش بيتألم طول العمر. اوعي تقولي انا عايشة كده والسلام. عايزاكي تبقي قوية، عاوزاكي النهاردة انا مخصوص جاية اقولك قولي لا. امتى تقولي لا؟ لأي حاجة تأذيكي قولي لا. اي مشوار مش عايزة تروحيه وبيضايقك نفسيا قولي لا. اي اشخاص ما بتبقيش على راحتك معاهم وبيضايقوكي بيحسسوكي انك نفسيا مش مظبوطة، قولي لا واعتذري عن اجتماعك بيهم. اي
مجال بتبقي انت قاعدة فيه، اي لمة اي قاعدة مش عاجباكي وبتأثر على نفسيتك وما بتلاقيش نفسك، وبتلاقي نفسك مش انت، تلاقي نفسك فاقدة روحك، تلاقي نفسك قلبك مقبوض قبل ما تروحي المكان ده، تلاقي نفسك ملكيش مزاج تعملي الحاجة دي، اوعي تعمليها. لو ايه هيحصل ما تعمليهاش. انتي مسؤولة بس عن انك تسعدي نفسك عشان تقدري تسعدي اللي حواليكي. عارفة انتي لو فضلتي طول الوقت تيجي على نفسك طول الوقت، مش هتلاقي حاجة جواكي تقدميها للي حواليكي، للي بيحبوكي، للي متعلقين بوجودك، زي اولادك، زي جوزك، زي اهلك والقريبين منك واصحابك وحبايبك. اي حاجة تطلب منك فوق مقدرتك ما تقوليش لا ده انا سوبر وومن، انا هيرو، انا بعمل اللي محدش يقدر يعمله. قولي لا، قولي انا مش قادرة، قولي انا تعبانة. اي حاجة حاسة انها بتتكاثر عليكي، بتاخد من روحك، حاجة ضغط عليكي، ابعدي عنها وفورا. ما تسمحيش ابدا ان حاجة تضغط عليكي او تضغط على نفسيتك. نكمل كلامنا، بس اقولك انا بعمل ايه الاول. انا طبعا بابا كبير في السن وقاعد لوحده، فطبعا بقى قبل رمضان بحب اعمله العصاير وكده. وما تقولوليش ليه يا حنان عماله تعصري بايديكي زي في القدماء المصريين. انا عايزه اقولكوا انا قصتي مع العصاره الكهرباء قصة يعني فعلا. كل ما اروح مكان والاقي العصارة وتبقى خلاص يعني قدامي وهجيبها، وبعدين اقول لا خلاص يعني وانا هعصر ايه ولا بعمل ايه، ده انا بعصر كميات بسيطة جدا. واجي طبعا اعمل لبابا ربنا يديله الصحة والعافية يا رب العصائر، سواء في رمضان او في ايام عادية، عشان اقول بدل ما يجيب حاجة من الشارع او كده وبيبقى مش مضمون نظافتها، فبحب اعمل له انا الحاجات في البيت تبقى انضف واحسن ومضمونة اكتر مليون مرة. اقوم بقى اتفاجئ ان انا طبعا وهعصر كمية كبيرة، اقوم اقعد بقى وانا بعصر اندب حظي ان انا ما جبتش العصارة. لكن في وسط ما انا بعصر بقى عصير الليمون الكتير ده وعصير البرتقال كمان اللي هتشوفوني بعصره، يعني عايزه اقول لكم بقعد اقول سبحان الله، يمكن انا بكسل ان اجيب العصاره علشان ان شاء الله اخد الاجر كامل. عايزه اقول لك لما يبقى فيكي صحه وبتعملي حاجات، افتكري دايما مامتك الكبيره في السن، باباكي، افتكري حماكي، افتكري حماتك، اخت جوزك لو كبيره في السن اعملي لها، اهل زوجك، مرات اخوكي لو تعبانه لو مريضه وانتي فيكي صحه، اوعي تترددي ابدا ابدا انك تساعدي اي حد، اوعي تستخسري صحتك او توفريها. طول ما انتي بتعاملي الناس بحب هيعاملوكي بحب زي ما انتي بتعامليهم بالظبط. انا عايزه اقول لكم بقى انا كنت عامله كمان لبابا شيش طاووق. انا شيش طاووق عامله لكم بيه حلقه مخصوص، عايزه اقول لكم يعني طعمه خطير وحكايه. مهما اقول لكم جربوه شيش الطاووق بطريقتي، هنزل لكم اللينك بتاعه في الكومنتس. جربوه بطريقتي فعلا عمركم ما هتندموا ابدا. مش هوصيكم، بمجرد ما بندخل المطبخ لساننا ما بيغفلش عن ذكر الله، سواء بالتسبيح او بالتهليل او بالاستغفار. كل ذكر من الأذكار له سحر، صدقوني صدقوني له مفعول السحر في حياتك وفي قلبك وفي روحك. انا عايزاكي دايما تبقي مشرقة، عمرك ما هتبقي مشرقة غير لما تهتمي بنفسك. طول ما انتي عايشة دور انك بتضحي علشان الكل، وانتي بتدي الكل، وانتي شمعة تحترق من اجل الاخرين، كل ده هايل وجميل قوي، وانا عارفة انك عظيمة جدا كزوجة وام واخت وابنة ومرات ابن. لكن صدقيني انتي في الاخر هتلاقي نفسك طلعتي بولا حاجة، او قليل قوي قوي من الناس اللي حواليكي اللي ممكن يفتكر الحلو اللي انتي بتعمليه. انا عايزاكي تهتمي طبعا باللي حواليكي واللي مسؤولين منك، لكن قبل ده كله اهتمي بنفسك وتعلمي انك لازم لازم تقولي لأ. قولي لأ لأي مشوار مش عاجبك، قولي لأ. اي قعدة ما بتحبيهاش ما تروحيش تقعديها. اي ناس بيأذوكي نفسيا ما تروحيش تقعدي معاهم. اي حد بيضغط عليكي وعلى نفسيتك، بيقولك دايما انك فيكي عيوب، بيحسسك دايما ان ثقتك مهزوزة في نفسك، ابعدي فورا عن الشخص ده ايا كان هو مين. اكتفي بالناس اللي بتشجعك وبتحفزك، واعرفي انك انتي ست الستات وانتي قمر القمرات. ربنا سبحانه وتعالى خصك بمميزات
مش موجودة عند اي حد الا انتي. وكفاية ان انتي ما شاء الله عليكي بتشيلي مسؤوليات بيتك، ست جدعة ب100 راجل. حتى لو محدش شايف ده، انا شايفة ده فيكي. هتقولي تعرفيني منين؟ اقولك لا انا عارفاكي كويس. ما هو انتي مني وانا منك، واحنا كلنا زي بعض. الستات طول عمرهم جدعان قوي قوي، وطول عمرنا بنشيل الهم ونشيل القاسية من غير ما نقول ومن غير ما نشتكي. صدقوني ده غلط. جه وقت اللي يضايقك توقفي عن انك تعمليه، اللي بيضغط عليكي توقفي عن انك تروحي المكان اللي بيضغط عليكي. تعبتي من التنظيف، استعيني بحد يساعدك. قولي انا تعبت، قولي انا خلاص مش قادرة، قولي انا محتاجة مساعدة. ده مش عيب ابدا، ومش هيقلل منك ابدا ابدا. عايزة افكركم تدعولي بقى في رمضان بظهر الغيب. انا بدعيلكم كلكم كلكم. تعليقاتكم بتفرحني وبتلمس قلبي وبشوف فيها الحب فعلا. ربنا يا رب يخليكم ليا يا رب. لان انا حبيتكم فعلا، وكل حد جديد بيدخل القناة فعلا انتوا بتنوروني. لو وصلتي معايا لحد الوقت ده في الفيديو، اوعي تنسي اللايك. انا حبيت اشارككم يومي النهاردة والكام حاجة البساط اللي انا عملتهم لبابا. اتمنى ان الفيديو بتاع النهاردة يكون اداكي طاقة وحمسك ولو بحاجة بسيطة. ما تنسوش ان شهر رمضان شهر القرآن. انا عارفة شهر رمضان السنة دي صعب، وانا بعيشه زيكم ما بين الاكل وما بين الشرب وما بين المذاكرة وما بين الشغل والاولاد. الدنيا صعبة وضغط علينا. في وسط ده كله بفكرك انك لازم تاخدي بريك لنفسك. اوعي تنسي انتي لازم بريك، لازم 60 دقيقة. الدنيا مش هتطير لو قعدتي 60 دقيقة ما تعمليش فيهم حاجة. بس ما تقوليليش هنام، لا نامي كويس وخدي كفايتك من النوم، ويبقى ليكي 60 دقيقة ساعة غير اوقات نومك تعملي فيها حاجة انتي بتحبيها. انا مثلا في وقت فراغي النهاردة ده كلمتكم وعملت الحلقة دي عشان فعلا بحبكم جدا في الله. الرعد والبرق كانوا شغالين دلوقتي، فسبحان الله العظيم وسبحان الذي يسبح الرعد بحمده. ربنا يا رب يا رب يحفظنا من كل سوء يا رب. واللهم صيبا نافعا. المطرة كانت مغرقة الدنيا. رمضان سعيد عليكم ورمضان كريم. وربنا يجعل ايامكم كلها حب وهنا وفرح. زوروا بعض وقابلوا الناس اللي بتحبوهم، قابلوا الناس اللي بيدوكوا طاقة ايجابية، قابلوا الناس اللي بتتصرفوا على راحتكم وانتوا معاهم او علاقتكم بيهم. حبوا بعض، اتمنوا الخير لبعض، ادعوا لبعض بظهر الغيب. ربنا يا رب يرفع عننا البلاء والغلاء. ورمضان كريم، رمضان كريم على عيونكم يا اجمل واحلى حاجة في الدنيا. الستات والبنات هم ألطف وأجمل حاجة في الدنيا بجد. أي مكان بيبقى فيه بنوتة أو ست بيتملي بهجة وحب. حافظوا على إشراقكم وإنكم تبقوا دايما مبتسمين. حافظوا على صحتكم، خلوا بالكم من نفسكم. اقعدوا وتواصلوا مع بس الأشخاص اللي تستاهلكم، اللي مش بتأذيكم. دمتم في صحة وعافية وهنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقريب أشوفكم في فيديو جديد.